عاملين ايه يا جماعه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. بقالي فتره طويله جدا ما صورتش، بس بجد ده كان لظروف. بس يلا الحمد لله. بما ان اكتر ماده خايفين منها حاليا هي الانجليش بسبب الموضوع بتاع المقالي اللي هو 50% مقالي و50% اختر، واحنا مثلا ما كناش متدربين اكتر على حته المقالي في الانجليش، وبالذات لو كان في ناس بتكسل زي في اولى وتانية. فبصراحه الموضوع ده مخوفنا جدا كلنا، وانا برضو زيكم وبجد اكتر منكم. بس في حبة حاجات هتبعها وان شاء الله ان شاء الله هتقلل من نسبة الخوف ده، فقلت هشاركها معاكم عشان نعملها كلنا سوا. اول حاجة، احنا لازم يكون عندنا اساس في المذاكرة اللي هو احنا هنذاكر انجليش اصلا ازاي. فلازم نكون عارفين مدرس كويس نتابعه طول السنة، يشرح لنا الجرامر بطريقة مبسطة بطريقة سهلة، يدينا او يقوي معانا نقاط الضعف اللي هو يفهمنا الجرامر قوي اكتر ما يحفظنا، لان احنا لما نفهم الجرامر طبيعي هنعرف مثلا نكون جملة من الزمن ده، او نعرف تكوين الزمن ده، فبالتالي هنعرف نظبط الدنيا في الجرامر والحاجات المقالية والكلام ده. فالمدرس ده بصراحة كنت بسمعه يوتيوب في اولى وتانية، وبجد هو كان بيحللي مشكلة الجرامر. يعني هو بجد هو اكتر حاجة جرامر، يعني احنا الكلمات ايه ممكن نسمعها من اي حد والكلمات معتمدة عليك انت، اللي هو انت هتحفظ كلماته كده. اما الجرامر ده بتكوني عايزة مدرس كويس يشرح لك الجرامر بطريقة سهلة علشان طول السنة تكوني فاكرة تكوين الزمن ده، فتعرفي تكوني كذا، تعرفي تحلي المقالي بشكل اسهل واسرع. زي ما قلنا ان الجرامر بقت نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا حاليا. فالمستر يا جماعه اسمه دكتور عمر احمد، بجد الدكتور ده ما شاء الله عليه. هو انت اصلا بتسمعي الفيديو بتاعه، اول حاجه هو بيديكي حافز نفسي وبيقنعك 100% ان انت هتدخلي الفيديو انت هتطلعي فاهمه وحافظه وكل حاجه في الجرامر. وهو فعلا يعني هو زي ما بيقول هو بيعمل فعلا. هو بجد في الجرامر خطير جدا. هو بصوا بيشربكوا الجرامر بمعنى الكلمه، لو انت بتطلعي فاهمه الفورم بتاع الزمن، عارفه ازاي تحلي، وبيديكي برضو كده شويه نوتس وحاجات اللي هو بيخليكي انتي اللي تكوني الزمن. بيعرفك كده شويه حاجات وبيبدا واحده واحده يعاملك اكنك اللي هو انتي مش عارفه اي حاجه، وهنبدا واحده واحده في الزمن. وبجد النقطه دي هو ظبطني شويه في الجرامر، ومع الاستمرار هي ان شاء الله هنبقى تمام. طب جزء الكلمات، هو يا جماعه جزء الكلمات ده هو معتمد اكتر عليك. يعني انا كحبيبه، انا الحصيله اللغويه بتاعت الانجليش بتاعتي مش احسن حاجه خالص، لاني في اولى وتانية ما كنتش مهتميه شويه بالانجليش. هو الدكتور كمان بيهتم جدا بالكلمات وكل حاجه، بس هو الموضوع بيبقى ليكي انت، اللي هو انت الكلمات دي حاجه نابعه منك. لو انت هتحفظي الكلمات فانت ممكن تحفظي الكلمات من اي حد في الدنيا، وتحفظي مثلا تقسمي مثلا عندك 100 كلمه، تقسمي كل يوم حبه. الموضوع بيكون لذيذ، وان شاء الله بتعرفي تعملي حصيله لغويه. فالحصيله اللغويه معتمده اكتر عليكي. اما الجرامر بتكوني عايزه مدرس يفهمك كل حاجه في الجرامر واحده واحده عشان تعرفي تحلي، علشان تعرفي. يبقى الجرامر مش اي حد ممكن يشرح لك، ما هو اي مدرس ممكن يديكي تكوين الجرامر وما اعرفش ايه واسطمبه حفظ وخلاص. اما الدكتور بجد بيفهمك كل حاجه. هو انت بتدخلي الفيديو بتاعه بيفهمك ازاي بنكون الزمن ده، وازاي هنعمل كذا، وازاي هنخلي كذا، والحاجات دي. فالحاجات دي مهمه جدا وبتفرق معانا. هسيب لكم شكل الشانل بتاعته قدامكم حاليا في الفيديو. وبجد يا جماعه خطير، يعني ما شاء الله عليه بجد. وبس كده، يعني هو الانجليش عموما معتمد على الكلمات والجرامر. حلنا مشكله الجرامر، الكلمات مشكلتها بتكون برضو مش سهله طبعا، لان انت لو ما عندكش حصيله لغويه عندك مشكله، ودي حاجه انا بمر بيها حاليا. بس دي بتيجي مع الممارسه وحفظ الكلمات الكتير، وانك تحفظي الكلمات عن طريق الجمل. دي حاجه برضو اتعلمتها مؤخرا. وبس كده يا جماعه. فده حرفيا موضوع طبعا. هي السنه مش هتكون سنه سهله علينا خالص، وسنه هتكون فيها ضغط، بس عايزين نكون دايما مؤمنين من جوانا ان شاء الله تعدي. الفتره اللي فاتت بجد انا كنت مره بحاله اكتئاب، اللي هو حاسه كل حاجه ضغط وكده. بس بعدين قعدت مع نفسي كده، حسيت ان اي حاجه في البدايه بتكون عامله كده، والنتيجه دي بتاعت ربنا. وبرده ربنا بيكون كاتب لك كليه معينه، انت دايما بتبقي حاطه قدامك كليه ونفسك فيها وبتسعي عشانها، بس لا قدر الله وربنا كتب لك كليه تانية، فخليكي شايفه ان انت هتكوني انجح في الكليه اللي ربنا كتبها لك. ممكن لو كنتي دخلتي كليه تانية كان حصل لك حاجه. فدايما خلينا مؤمنين بربنا، مؤمنين ان كل حاجه هتكون كويسه باذن الله. وبس كده، حبيت اقول لكم البوينت دي، لان بجد الجرامر كان معصلج معايا كده، فبجد دكتور عمر ظبط لي الدنيا. وبس كده يا جماعه.